فين هرم رمسيس الثاني؟ مش انتوا بتتكلموا ان المصريين القدماء كلهم كل واحد من الملوك بيبقى عنده هرم ديت القبر بتاعه؟ طب فين بقى هرم رمسيس الثاني؟ لما اجي يا عمر اقول لك تم اكتشاف هرم رمسيس الثاني تقول عليا كداب وش؟ هل كان رمسيس الثاني ضعيف اللي هو ما يقدرش يبني هرم؟ لا، ده الراجل بسم الله ما شاء الله عليه. تعالى افرجك بقى على كميه الحاجات اللي عملها رمسيس الثاني. الجثه دي جثه رمسيس الثاني. عمل بقى ايه؟ بلاش جثه عشان الناس ما تزعلش، الموميا. حلو كده، هي جثه متحنطه يعني موميا، ماشي. عمل بقى ايه رمسيس الثاني؟ عمل بسم الله ما شاء الله عليه. اول حاجه معبد ابو سمبل الكبير، وكان فيه الصغير برضه، ومعبد ابيدوس، ومعبد جرف حسين، ومعبد الدور، ومعبد وادي السبوع، ومعبد الرامسيوم اللي قدام منه تمثال لوحده بس رمسيس الثاني وزنه 1000 طن، يعني مليون كيلو. متخيلين كل ده؟ ووصل الحاجات اللي في معبد الكرنك غير المعبد الاقصر. ده غير ان العاصمه بتاعت مصر ساعتها ما كانتش كده، ده كانت موجوده في قلب الشرقيه. متخيلين؟ وكل ده وما بناش هرم. كل قطعه عملها رمسيس الثاني كانت لها حكايه ولها تاريخ. يعني مثلا معبد ابو سمبل الكبير ده موجود فيه تعامد اشعه الشمس على وجه رمسيس الثاني جوه قدس الاقداس بتاعه مرتين في السنه، 22 فبراير و22 سبتمبر، لا 22 اكتوبر. ده بتاع تعامد الشمس على وجهه. معبد ابيدوس حدث ولا حرج بالعماره اللي فيه. معبد جرف حسين ومعبد ايا كانت الحاجات اللي عملها، كل ده مش فاضي يعمل هرم. لا، القصه كده اختلفت. الاهرامات ديت كانت موضه عصر زي ما بيقولوا. ابتدت مثلا من الاسره الثالثه، اول هرم كامل موجود في الاسره الثالثه اللي هو هرم المدرج بتاع الملك زوسر، لحد الملك بالنسبه لنا لحد ما وصلنا لحد الدوله الوسطى كان في اهرامات صغيره بس. اما بالنسبه للدوله الحديثه فما كانش فيها اهرام. يعني الاهرامات كانت مقبره في فتره من الفترات وظهر للناس. بعد كده ابتدوا يختفوا او يخفوا الهرم نفسه علشان خاطر ما تنسرقش في وقت ضعف الدوله. يعني مثلا لما بتقوم ثوره طبعا كل حاجه بتتركن، ما بقاش في حكومه، كله بقى بيسرق علشان خاطر يعرف ياكل ويشرب. انت عايز تفهمنا يا محمد ان المصريين القدماء كانوا هم اللي بيسرقوا المقابر بتاعه المصريين القدماء نفسهم؟ ايوه حصل، والدليل على كده الملك مثلا مين؟ خوفو يا عم. امه حتب حرس، الملك يا حتب حرس، ام الملك خوفو، نقل المقبره بتاعتها او الكنوز بتاعتها بدل ما كانت موجوده جنب ابوه الملك سنفرو، حطها جنب منه في الهرم في بير. ودي مش كنوز عاديه، ده حوالي كيلو دهب باذن الله. ربنا يستر على وعليكم رب العالمين. اشوفكم على خير. الاهرامات مده عصر، مش كل ملك عمل له هرم. ما تاخدش الفكره السيئه ديت عن الحضاره المصريه القديمه. ولو اول مره تشوفنا ما تنساش لايك وشير واشتراك في القناه اذا كرمت. واشوفكم على خير في مفاجات الحضاره المصريه القديمه.